مساء الفل والهنا والسعادة على حبايب قلبي المنشكحين. ربنا يجعل حياتكم كلها انشكاح وافراح يا رب، اللهم امين. الناس اللي بتقول انشكاح يعني ايه يا ام زياد؟ انشكاح يعني فرحانة يا جماعة، يعني هي بمعنى كده ان انت فرحانة. فانا دايما بقول لكم ربنا يجعل حياتكم كلها انشكاح وافراح وليالي ملاح. طن طن طن. عاملين ايه حبايب قلبي؟ ربنا يسعد ايامكم. والله بفرح جدا جدا لما بطلع واعمل معاكم فيديو، خصوصا وانا طالعه اتكلم معاكم كده ايه، وشا لوشا كده. والله العظيم بحس ان انا موجوده معاكم، وان انتوا شايفيني وان انا شايفاكم. والله العظيم عاملين ايه حبايب قلبي؟ ربنا يكبر بخاطركم ويسعد مساكم ويحل دنيتكم، اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يجعل حياتكم كلها مليانه بالرضا والسعاده والخير، ويجعل الايام والسنين كلها اعمار قدامكم، ويجعلها كلها رزق وخير وبركه ما تعرفوش هي جايه من حته يا رب، اللهم امين. وارزق كل مشتاق بالذريه الصالحه لكم والاخت هناء. وبشكر كل الناس اللي بتدعي لهناء اختي في الكومنتات. ربنا يصلح حالكم حبايب قلبي ويكبر بخاطركم. والله العظيم خلاص انا بقيت حاسه ان انا واحده منكم، وان انتوا عيلتي، انتوا اهلي. ليه؟ كل ما بطلع مثلا عايزه اشاركه في موضوع او اشاركه في سؤال او اسالكم في اي حاجه، بلاقيكم كلكم بتجاوبوا عليا، كلكم مع بعض كده معايا ايد واحده، سند ليا. والله العظيم انتوا سند ليا بعد ربنا. ربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ابدا ولا يحرمكم مني يا رب، اللهم امين. يلا عشان ما نرغيش كتير، عايزه اخش في الفيديو بتاعنا النهارده. بس صلي على النبي يا ست الكل، واذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم صل عليك يا حبيبي يا شفيع يا رسول الله. صل على النبي حبيبه قلبي. طول ما انت قاعده بتسمعيني، بتتفرجي عليا، بتغسلي مواعين، بتعملي اي حاجه، صلي على النبي واذكري الله. عشان ربنا كده يصلح حالنا كلنا ويفك عننا كلنا. بصوا انا اليومين دول تعبانه جدا، اقسم بالله العظيم. بطلع اعمل لكم فيديوهات واسجل لكم، مش قادره اخد اجازه لنفسي ولا اريح مع نفسي، مع ان انا تعبانه. يعني هتلاقوني وانا بتكلم معاكم دلوقتي ببطأ، لان يعني ممكن اتكلم كده وابطأ مره واحده. بتكلم بسرعه نفسي هنا بيضيق عليا، بيكتم. معرفش ده سبب الارتجاع ولا عندي مشكله تانية. عايزه اروح اكشف واطمن على نفسي بصراحه. عايزاكم تدعوا لي بصراحه، لان والله العظيم تعبانه جدا. اصلي مش قادره اوطي، يعني لما اصلي واسجد تحت كده بعيد عنكم يا رب، حاسه ان نفسي بيروح، روحي بتروح مني، ان انا بموت والله العظيم بعيد عنكم يا رب. فمش عارفه ايه المشكله، سببها ايه؟ سببها الارتجاع. المشكله زايده عليا اول يومين دول، فربنا يسترها يا رب. وادعوا لي حبايب قلبي دعواتكم. بصوا بقى، اول حاجه بقى انا عايزه اوريكم ايه ده بقى. تنتراران. صلوا على النبي حبايب قلبي، حطوا اللايك. ربنا يصلح حالكم عشان الفيديو بتاعنا النهارده جامد جدا 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 ان شاء الله. والفيديو اللي انا هعمله ده اهو باذن، بصوا شايفين يا اولاد؟ شايفين الخير؟ الخير يا ما تقلقوش. طول ما انت راضيه وحمد ربنا وبتقولي يا رب، وطول ما انت حاطه ربنا في اي حاجه انت بتعمليها وعامله حساب لربنا وبتقولي يا رب، والله العظيم الخير هيبقى مالي بيتك. بيتك هيكون كله سعاده، هيكون كله دفء. لان في ناس بتقول لي يا ام زياد احنا مع ان بيتك البسيط وحياتك البسيطه، بس بنحس معاكي بالدفء والحنان. كل ده يا حبيب قلبي عشان بيتي فيه رضا، حياتي فيها رضا، معوده عيالي على الرضا. اللهم لك الحمد يا رب. فدايما كده تلاقوا الحمد لله السعاده في بيتي والخير في بيتي. والله العظيم عمرها، يعني حتى عمرها ما ضاقت في وشي، ولو ضاقت في وشي الفرج بيجي بعدها على طول. ازاي؟ سبحان الله سبحان الله، بتاع ربنا، كله بتاع ربنا. حطي ربنا في كل حاجه انت بتعمليها، وقولي يا رب وردي بحياتك، وردي بعيشتك، وردي بكل حاجه بتعمليها حتى لو كنت قليله، وشوفي ايه اللي هيحصل معاكي. والله العظيم زي ما بقول لكم حاجات كتير قوي. المهم ايه، دي حصلت الكنزه. بصوا بقى، الفيديو اللي انا هقوله لكم النهارده ده اهو، بصي ان شاء الله باذن الله مش هتخرجي من الفيديو ده اهو الا لو انت رايحه كده اهو باذن الله عند بتاع الصاغه هتشتري دهب ان شاء الله باذن الله. الفيديو ده هينفعك عشان تشتري دهب، الفيديو ده هينفعك عشان يكون معاكي فلوس على قلبك قد كده اهو، وانا هخليكي معاكي فلوس على قلبك قد كده اهو. بس اسمعي الفيديو للاخر عشان تستفادي. الفيديو ده هينفعك لو انت بتجهزي لبنتك ان شاء الله باذن الله، عايزه تجهزي لبنتك، بنتك لسه صغيره وعايزه تعملها حساب من دلوقتي، الفيديو ده هينفعك برضه. تعالي بقى اما اقول لك على الافكار بتاعتنا يا ست الكل، بس تحط اللايك. بصوا بقى، اول حاجه الحصاله ديت انا لسه مجمداهم الصبح، كانوا فيها كام فك فضيه، بس يا ريتني كنت صورتهم لكم والله. كان فيها حوالي 70 جنيه، ماشي، كان فيها 70 جنيه. الحصاله ديت انا بملاها فضه يا جماعه. يعني مثلا ايه، على حسب ايه ما ربنا يقدرني. انتوا عارفين طبعا ان احنا بنروح السوق بيبقى مثلا، باجي من السوق بيبقى معايا 3 جنيه 4 جنيه 5 جنيه 6 جنيه 10 جنيه
ببعت البت تجيب لي حاجه من الدكان بيتبقى 2 3 جنيه. مثلا رحت طنطا ولا رحت مواصلات ولا رحت هنا ولا هنا بيتبقى معايا فكه، ركبت توك توك، جبت حاجه من الدكان. بصوا الفضيه دي ماليه بيتنا كلنا والله العظيم. الاول من زمن كبير كده كنت الفضيه دي امشي اتكعبل فيها وما اعملهاش اهتمام، ارمي هنا وارمي. اسمعوا الفيديو الاخر عشان الفيديو هيعجبكم هيخليكي بصي كل اللي بيدور في دماغك ان انت عايزه تجهزي بنتك هتجهزيها من غير ما تحسي باي حاجه ان شاء الله، وقولي يا رب. عايزه تشتري ذهب، عايزه يكون معاكي فلوس على قلبك قد كده اهو، في الفيديو ده هتلاقي كل حاجه ان شاء الله. المهم فالفكه كنت بمشي اتكعبل بيها. شيلي بقى شيلي يا بنتي الفلوس دي من قدامي، طب حطيها على الترابيزه، طب اللي هي مش حطاها في دماغي. لا دلوقتي النص جنيه والربع جنيه والجنيه بقيت بعمل لهم قيمه اكتر من ال20 جنيه. تخيلوا بقى، لان الفلوس الفكه دي بتبقى معايا كتير قوي، بتبقى معايا من السوق ومن هنا ومن هنا. فانت ممكن ما تكونيش عامله لها حساب بس هي حسابها كبير. لولا الفكه دي مش هيبقى معاكي الفلوس دي على فكره. وعايزه اقول لك عشان توفري وتحوشي ويكون معاكي فلوس كتير، حضري ده وامسكي ده شويه. حضري ده اهو وامسكي ده شويه. اللي هو ازاي؟ ده حضري في كل حاجه، حاولي تشغلي دماغك. طول ما انت بتعملي حاجه، بتشتري مشتريات، بتعملي، شغلي عقلك شويه. خلي عقلك موجود قبل بطنك، طول ما بطنك هي اللي شغاله مش هتعرفي تعملي حاجه. ودي امسكيها في المصاريف شويه، اللي هو مش حرمان ولا الكلام ده، لا امسكيها في المصاريف شويه. طب هنعمل ايه يا ام زياد؟ بصي يا ستي، انت بنتك بنوته لسه صغننه عندها 6 سنين ولا 7 سنين، فانت من دلوقتي تعملي حسابك ان انت تبداي تجهزي البنت. طب يا ام زياد انا مش هينفع اجهز بنتي دلوقتي لان الحاجه بتتغير واللبس بيتغير وكل شويه بيطلع اشكالات والوانات. معاكي، انا معاكي في الكلام ده كله. خلاص مش هنجيب جهاز من دلوقتي، ماشي. طب انا يا ام زياد نفسي في حته دهب البسها على اخر السنه كده اهوت، بس مش عارفه، ما بشتغلش، ماليش دخل. آه لا اله الا الله، ما بشتغلش، ماليش دخل والكلام ده كله. هخليكي برضو تجيبي دهب ان شاء الله باذن الله. على اخر السنه هيكون معاكي باذن الله دهب ان شاء الله. طب انا مش عايزه دهب يا مزد، عايزه يكون معايا فلوس. بفرح كده لما يكون معايا فلوس. على اخر السنه باذن الله هيكون معاكي مبلغ محترم ان شاء الله، بس تابعي الخطوات اللي انا بقول لك عليها. بصوا بقى حبايب قلبي، اول حاجه ديت انا بملاها فضه لغايه نصها لغايه ربعها انت وراحتك. يعني جت لغايه ربعها مثلا فضيه، شوفي طلعي اللي فيها دول، شوفي هيطلعوا كام، طلعوا 70 طلعوا 80 طلعوا 200. عايزه تمليها كلها فضيه مفيش اي مشكله، بس انا باجي لحد ربعها كده اهو واشيل الفضيه واقوم جايه مجمداها وحطاها هنا. يعني مثلا الفضيه لو لحد ربعها جت مثلا 50 جنيه، اخد ال50 جنيه اروح اجمدها واروح احطها هنا. طيب جمعت بعدها مثلا بفتره 20 جنيه، اجمد ال20 جنيه اروح احطها هنا. يعني لما الفضيه دي ما كانش دي هي دي اساس دي على فكره. الفلوس اللي انا حطاها هنا بسم الله ما شاء الله، بصوا مش هقول لكم هنا كام على فكره مش هقول لكم هنا كام، اللي هعملها لكم في فيديو تاني ان شاء الله. يعني لما دي ما كانش دي هتبقى موجود، ماشي. طيب اول حاجه يا ست الكل عايزاكي كل الفضيه دي ما علينا، خلاص احنا قلنا ان احنا لو معانا فضيه هنا دي خلاص اتكلمنا عنها. معانا فضيه هنا كل فتره هنجمعهم ونجمدهم ونحطهم هنا، ماشي. لان دي مش هتستحمل فضيه كتير، يعني تتملي لحد هنا وخلاص. لكن الورق لو زنقتيه في بعضه بتاخد ياما، فاحنا هنجمع هنا مثلا 50 جنيه، عايزه تكملي لحد اخرها وبعدين تجمديهم مفيش اي مشكله. تمام خلاص جمدنا دي. طيب انا جمدت لي مثلا يا ام زياد في الحصاله الحلوه ديت، جمدت لي مثلا كام؟ 500 600 جنيه. اعمل بيهم ايه يا ام زياد؟ لو انت من الستات اللي ايدك مش مصرفه وتقدري ان انت تشوفي الفلوس قدامك ويبقى قلبك جامد ما تاخديهمش ولا تصرفيهم، خلاص مشي على هذا النظام، تنيكي حوشي فيه. طيب احوش ازاي يا ام زياد؟ عايزاكي من مصروفك كل يوم تشيلي 10 جنيه او 20 جنيه من مصروفك. لو شلتي 20 جنيه من مصروفك كل يوم هيكون معاكي على اخر الشهر 600 جنيه. لو شلنا 600 جنيه كل شهر هيبقى تقريبا في السنه. هتنامي؟ ماشي، روح الف روحي نامي يا تصبحي على خير. 600 جنيه لو شلت 20 جنيه كل يوم هيبقى معاكي 600 جنيه في الشهر. ال 600 جنيه دول على اخر السنه هيكون معاكي 6000 جنيه، صح ولا انا غلطانه؟ 6000 جنيه. طيب ال 6000 جنيه لو جمعناهم على اخر السنه مش هيشتروا لك دهب؟ هيشتروا لك دهب. لو انت بقى ساعتها عايزه تشتري دهب اشتري. طب يا ام زيد انا ما اقدرش اصبر لحد ما اجمع ال 6000 جنيه واروح اشتري بهم الدهب، لا ايديا بتاكلني. لو انا حوشت 200 جنيه هصرفهم، حوشت 500 جنيه هصرفهم. طب هقول لك على حاجه، حوشي ال 600 جنيه بتوع الشهر ده على ال 600 جنيه بتوع الشهر الجاي، جمعي 1200 جنيه وروحي اشتري لك بيهم حته دهب.
الذهب ده هيمنعك ان انت تصرفي الفلوس. طبعا لو انت احتجتي 100 ولا 200 مش هتروحي تبيعي الدبله او تبيعي حته الذهب 1200 جنيه عشان خاطر تفك زنقتك بال 100 جنيه ولا بال 200 جنيه. تمام. بس قبل ما اقول لك وفري، شوفي احتياجات بيتك الاول. لو انت حوشتي هنا مثلا سكه 500 600 جنيه، لو العيال ناقصهم حاجه، البيت ناقصه حاجه، هاتي لهم الاول. ما تحطيش التوفير على حساب ولادك او حساب نفسك او حساب بيتك. يعني انا مثلا عيالي نفسهم في حاجه خلاص هيموتوا وعاوزينها، يبقى انا ما احطش في الحصاله واسيب عيالي محتاجين. تمام. يبقى شوف عيالي عايزين الاول. طيب الدنيا ماشيه تمام، بقدر اوفر وبقدر اجيب لعيالي اللي هم عاوزينه من حته تانية او من جهه تانية مثلا، او باباهم بيجيب لهم او كده. طب خلاص، يبقى حوش في الحصاله كده اهو، تعملي لك حصاله، ازازه، برطمان، اي حاجه، وابداي حوشي المبلغ اللي انت عاوزاه. طيب انا جيت يا ام زاد حوشت مثلا 500 جنيه ولا 1000 جنيه وايديا بتاكلني، عايزه اصرف، عايزه، مش قادره اكمل ان انا احوش، مش روحي دغري شهرين 2 بالظبط حوشتي لك 1200 جنيه، روحي هاتي لك بهم حته دهب. طب هجيب ايه يا ام زاد ب 1200 جنيه؟ تقدري تجيبي ب 500 جنيه، تقدري ب 600 جنيه، تقدري من اول 1000 جنيه لو حلق صغنون او خاتم صغنون قد كده تقدري تجيبي كل حاجه. طب يا ام زاد هو انا هفضل اجيب حته دهب حته؟ مفيش اي مشكله. كل شهرين 3 ابدأي حوشي لك قطعة ذهب وعينيهم في قلب علبة كده اهوت، ولا في قلب حصالة، في قلب أي حاجة، المهم حاجة تكون بعيدة عن إيد العيال أو بعيد عن إيدك برضه عشان ما تتنطورش وتضيع منك، لأنها بتبقى حتت صغننة. ممكن مثلا تجيبي لك قفل بتاع سلسلة، ممكن مثلا تجيبي لك اللهم صل على النبي بريمة بتاعة الحلق، أي حاجة أي حاجة، قلب صغنن كده أهو، تقدري تجيبي لك مثلا خاتم أطفال صغنن، حلق صغنن، اي حاجه، بحيث ان انت تمنعي ايدك انها تصرف الفلوس. طيب انت ست وقلبك جامد وشجاعه وتقدري ان انت تستحملي ان الفلوس تبقى قدامك، خلاص يبقى تجمعي لك زي ما بقول لك 600 جنيه كل شهر، يعني 6000 جنيه على اخر السنه، تقدري تروحي تجيبي لك على بعض كده اي حاجه بقى اللي يجيبوا لك بقى، يجيبوا لك مثلا دبله 2 جرام او جرام ونص، يجيبوا لك حلق اطفال، يجيبوا لك خاتم بس حاجه تقيله شويه، اللي تقدري تجيبيه جيبيه، اللي تقدري تجيبيه جيبيه. طيب لو انا يا ام زاد قعدت مثلا زي ما انت بتقولي اجمع كل شهر حته دهب حته دهب، انت ممكن تجيبي كل شهر على فكره لو حوشت لك 600 جنيه كل شهر هتقدري تجيبي لك بهم قطعه دهب، اي حاجه بقى اللي قبلك هاتيه، روحي عند السيد وقولوا له انا عايزه قطعه دهب ب 600 جنيه، بالجرامات كل حاجه دلوقتي، اي حته دهب صغننه كده. طب انا هبدا اجمع حتت صغننه، مفيش اي مشكله تجمعي حتت صغيره. طب افرضي يا ام زاد مثلا جيت بعد شهرين 3 عايزه ابيع الحتت اللي انا جمعتها دي ومثلا اكبرهم في حاجه، لا اوعي تعملي كده. طالما انت جمعتي حتت صغننه اوعي تغيريهم الا لما يعدي عليهم سنه او 2. ليه؟ هتخسري مصنعيه. لو بعتيهم قبل السنه هتخسري مصنعيه، وخليكي فاهمه الكلام ده كويس. طيب لو كده انا قلت لك لو عايزه تجيبي دهب هتعملي ايه؟ لو عايزه تجيبي دهب حته واحده هتستني على اخر السنه وتجيبي. لو عايزه تجيبي حتت دهب وتجمعيهم وبعدين تبيعيهم وتجيبي حاجه كبيره، قلت لك تعملي ايه؟ ماشيه معاكي خطوه خطوه. لو انت ما بتحبيش الدهب مثلا، ما فيش حد ما بيحبش الدهب، بس لو انت ما بتحبيش الدهب وعايزه تشوفي منظر الفلوس قدامك شكلها حلو كده، قلت لك برده تعملي ايه؟ حوشي الفلوس على اخر السنه يكون معاكي 6000 جنيه. ماشي. وقلت لك لو انت مصرفه برده هتعملي ايه؟ هتجيبي لك حته دهب عشان ما تصرفيش الفلوس. تمام. طيب لو انت بقى بتجهزي بنتك يا ست الكل تعملي ايه؟ الدهب هو اللي هينفعك. ليه بقى؟ لان انت لو فكرت تجيبي قطع دهب او حتت دهب من دلوقتي وتعينيهم وانت عامله ان دي حصاله الدهب بتاعت بنتي بتاعت جهازها، انت طبعا مش هتفكري ان انت تصرفيها دلوقتي ولا بعد سنه ولا بعد 2. ده انا بنتي بنوتي لسه عندها 6 سنين وببدا احوش لها. لو انت طبعا من الستات، انت ممكن لو انت عايزه تجهزي بنتك من دلوقتي ممكن تبداي مثلا تجيبي لها طقم حلل، طقم مش عارفه فوط، طقم ايه. طيب انا يا ما بحبش اجيب الحاجات دي عشان الحاجات دي موضتها بتبطل، وعايزه بقى اجيب لبنتي حاجات جديده وهي اللي تختار بنفسها ولسه بنوته صغننه. يبقى زي ما بقول لك هتبداي ان انت تجمعي كل ما ده حته ذهب من مصروف بيتك، زي ما بقول لك جبت ب 300 جنيه، جبت ب 500 جنيه، جبت ب 600 جنيه، هبدا اجمعهم، هحوش لحد اما بنتي يجي سنها كده، هو سن بقى ال 15 ال 16 سنه اللي هو خلاص بقى بنتي على وشك ان هي هيتقدم لها عرسان بقى. احنا عارفين ان في بنات دلوقتي ما شاء الله بسم الله ما شاء الله بيبقى عندهم 15 60 سنه 16 سنه بس بيبقى جسمهم فاير، ماشي، اللي هم فيهم الطمع، يعني خلاص بقى ان على وشك ان عريس هيجي لها او كده. ربنا يفرحكم ببناتكم كلكم يا رب، اللهم امين.
ويرزق اولادكم كده اهو بالزوج الصالح اللي يقدرهم ويعرف قيمتهم يا رب، اللهم امين. تمام. يبقى انا من دلوقتي لو حوشت لبنتي كل مدى حته ذهب ب 300 ب 400 ب 500 اللي اقدر احوشه، ما قدرتش اجمع ال 600 كل شهر احوشهم كل شهرين كل 3 شهور. انا بنتي لسه صغيره، بنتي عندها 6 سنين ولا 7 سنين لسه، انا ما فيش اي حاجه عايزه اعملها غير ان انا عايزه احوش لبنتي. فانا قلت لك لو انت مش عايزه تحوشي لها مثلا اجهزه من دلوقتي عشان الموضه بتبطل خلاص، عين الذهب منها ان انت شايله فلوس مجمداها في الذهب بعيد عن ايدك، ومنها انت عامله حساب بنتك لما تكبر، ومنها كمان فلوس الذهب بتزيد بعد عمر يا جماعه. كلنا عارفين ان فلوس الذهب بتزيد بس مش دلوقتي. يعني مثلا ما تقوليش ام زيد بتقول لي هاتي ذهب واما اجي بكره اتزنق ابيعه، هتخسري. هتخسري، واسالي في الكلام ده كويس. جبت ذهب النهارده ما اروحش الاسبوع الجاي ابيعه، هتخسري مصنعيه جامده جامده يعني. ماشي. عايزه تجيبي ذهب لازم يعدي على الاقل سنه او سنه ونص او سنتين عليه، ماشي، عشان خاطر ما تخسريش المصنعيه. تمام. لو جيت بقى انت كده كده هتخسري مصنعيه، بس على ما تخسري مصنعيه، لو انت مثلا الذهب ده قاعد عندك سنه ولا 2، على ما تخسري مصنعيه اصلا بيكون سعر الذهب زاد، فدي بتتعوض في دي. لكن انت لو بعت الذهب في نفس الوقت اللي انت جبت فيه الذهب ما مش هيزيد يعني في يوم وليله، فهتضطر ان انت هتخسري مصنعيه. تمام كده. فانا قلت لك اهوت، لو عايزه تجهزي بنتك تعملي ايه، لو عايزه تعيني فلوس تعملي ايه. بصوا يا جماعه هقول لك على حاجه، لو انا مش مشغله دي ومش ماسكه على دي شويه كان زمان دول هيبقوا معايا. لو انا ست فاتحه كرشي، فاتحه بطني، مش منظمه امور بيتي، مش ممشيه بيتي، مش مسستمه نفسي، كانت دي هتبقى معايا؟ لا. وعلى فكره زي ما قلت لكم دي اساسها دي، ماشي، دي اساسها دي. من الفلوس الفكه تقدري تعملي 1000 و2000 و3 و4000 و5000 من الجنيه الفضه. والله العظيم زي ما بقول لكم، انا ليا اصحابي بسم الله ما شاء الله بيقولوا لي يا ام زياد احنا من ساعه ما بقينا نتابع القناه بتاعتك وما شاء الله بسم الله ما شاء الله احنا كناش بنعرف حاجه اسمها تحويش، كنا يلا اصرف ما بتجيب ياتك ما في الغيب، عيالنا عايزين ايه مش عارفه بنجيب. بصوا عمال على بطال، اللي هو ابني شبعان خالص وعايز يتسلى في اي حاجه اجيب، ابني باخده معايا بره اللي يشاور عليه بجيبه. اوعي وانت رايحه السوق تاخدي عيالك معاكي، اوعي، وبالذات لو هم جعانين بقى، كل اللي هيشوفوه في السوق هيعوزوه هيطلبوه، وانت طبعا يا عيني هتجيبي لهم عيالك ومش عايزه تحرميهم. فانت لو نازله السوق ما تضطريش ان انت تاخدي عيالك معاكي، ماشي، خصوصا اللي هم جعانين. انا ما بقولكيش ان انت ما تجيبيش لاولادك، تجيبي لهم كل حاجه، بس مثلا عيالي نفسهم في تفاح الاسبوع ده، اجيب لعيالي تفاح الاسبوع ده، مش هروح اجيب تفاح واجيب مش عارفه ايه كل مره واحده هيخرب الدنيا. عيالي نفسهم في تفاح هجيب تفاح الاسبوع ده، عيالي مش عارفه نفسهم في حاجه حلوه الاسبوع اللي بعده، عيالي مش كده. تمشي نظام نفسك، تسيستمي امورك، هتبص تلاقي نفسك الدنيا ماشيه معاكي زي الحلاوه. والله العظيم الناس اللي بتوفر والستات اللي بتوفر وتشتري ذهب دي مش احسن منك، دي مش ياما ستات قاعده في البيوت والله العظيم من مصروف بيتها اشترت بيوت واشترت ذهب وبيجهزوا ولادهم وبيعملوا كل ده من مصروف بيتهم يا جماعه. الدنيا سهله وبسيطه، انا عارفه ان الدنيا غاليه وعارفه ان كل حاجه غاليه والدنيا مولعه عليا وعليكي، بس يا حبيبه قلبي اللي فيه عين وراس بيعمل زي ما بيعملوا الناس. احنا مش هقولك ان احنا نقلد حد ولا نبص لحد، لا، خليكي في عيشتك وخليكي في بيتك وخليكي راضيه وحطي هدف قدامك كده اهو وربنا هيكرمك ويرزقك ان شاء الله. حطي الهدف بنيه التحويش، النيه دي عشان ايه؟ انا بحوش عشان نفسي هموت على خاتم دهب، خلاص ما احرمش نفسي، هبدا احوش ان شاء الله، احوش في سنه، احوش في سنتين، احوش في 3، المهم ان انا هجيب الحاجه اللي انا عايزاها. انا بحوش بنيه ان انا بجهز لبنتي. بنتي مثلا، بنتي لسه صغننه، وعلى فكره انت لو لحقتي لبنتك من دلوقتي ان انت تعيني لها فلوس في حصاله مثلا او تعيني لها حته ذهب ولا حاجه، انت هتجهزي بنتك ما شاء الله احسن جهاز، ومش هتكوني متكربكه ولا شايله الهم. انت لسه قدامك ما شاء الله كام سنه لغايه ما بنتك تكبر وتبقى عروسه وتخلص تعليمها بقى الاول ومش عارفه ايه، فهتبداي هتلاقي نفسك مسنوده. حتى لو معاكي في الحصاله مثلا 10000 جنيه او ذهب بقيمه 10000 او 20000، فانت برضو هتقولي يا مزيد 20000، ما عارفه ان هم ما يعملوش حاجه، بس اسمك حطيتي حاجه تمشي تكملي عليها. يعني ايه؟ حطيتي لنفسك سلم عشان تكملي عليه الدرجات اللي باقيه، فاهمه قصدي؟ لكن ابص الاقي نفسي بنتي كبرت وانا كبرت
وباباها كبر، طب هجهز منين، طب اجيب منين، طب انا ما عملتش، يا ريتني كنت عملته. يعني والله العظيم في ناس بتخش لي في التعليقات تقول لي يا ريتنا يا مزار كنا شفناكي من زمان. انا دلوقتي قد جدتك يا بنتي وبتعلم منك، بقول يا ريتني كنت شفتك من زمان. اقسم بالله شوفوا التعليقات، هتلاقي التعليقات دي موجوده، انا مش مسحها التعليقات. ناس كبيره قد امي وقد قد ستي وكده، ربنا يديهم الصحه وطول العمر يا رب. ولي يا ام زياد يا ريتنا والله كنا سمعنا فيديوهاتك دي من زمان، يا ريتنا، ده احنا بنتعلم منك حاجات جميله. فيا جماعه البني ادم بيعيش وبيتعلم. انا مش عايزه ابص الاقي نفسي كبرت في السن كده اهوت وابص الاقي نفسي على الحميد المجيد، لا عندي قرش لبنتي ولا عارفه اجهز بنتي وادور استلف من هنا واستلف من هنا. يا ستي عيني اي حاجه، اي حاجه تجيبي لها شويه، ده انت ممكن لو جمعت لك 20,000 جنيه تروحي تجيبي شويه حاجات. شوفي لدرجه ايه لو انت الدنيا ضيقه معاكي خالص هتجيبي شويه حاجات بالقسط وتبداي ان انت تدفعي قسط شهريه، بس هيبقى معاكي مبلغ تدفعيه وتجيبي حاجات كتير. فاهمه قصدي؟ فهي بتمشي كده، والله بتمشي كده. اتمنى بس يكون الفيديو عجبكم، ما كنتش طولت عليكم ما كنتش طولت عليكم قوي، بس حابه ان انا بس ان انتوا تستفادوا. حطوا اللايك حبايب قلبي عشان المعلومه توصل لك ولغيرك، والناس كلها تستفاد من الفكره حتى لو كانت بسيطه. بس انا حاسه ومتاكده ان الفكره دي في ناس كتير مستنيينها وناس كتير عايزينها، فبالله عليكم حطوا اللايك عشان الافكار بتاعتي توصل للناس والناس تستفاد من الافكار حبايب قلبي. واشوفكم على خير في فيديو جديد، ومع الف سلامه. ودي يا جماعه دي حطيها في احلامك، دي حطيها في اهدافك، حطيها في دماغك كده اهو، ان شاء الله هتمليها باذن الله. انا ام زياده اهو مليتها ازاي؟ مليتها من شويه فكه والله يا جماعه، من شويه فكه اهو. دلوقتي مثلا يعني حصل معايا اي ظرف في البيت هطلع من دي واخد، مش شرط ان انا عاينه ان انا خلاص هبرشمها مش هاخد منها، لا. طب ما انا ممكن يحصل اي حاجه معايا في البيت، ممكن بوتاجاز يبوظ، تلاجة تبوظ، انا قبل كده وحكيت لكم قبل كده التلاجة بتاعتي باظت، كنت لقيت نفسي محوشه في البتاع معرفش 200 جنيه ولا كام، خدتهم صلحت بهم التلاجة من شويه فلوس فضه. ممكن لا قدر الله التلاجة تبوظ، غسالة تبوظ، اي حاجه هتوقفي الدنيا بقى، هتروحي تستلفي، هتروحي تجيبي من مين؟ افتحي الحصاله بتاعتك وطلعي الفلوس اللي انت محوشاها واقضي حاجتك وابقي تاني، مفيش اي مشكله. المهم ان احنا نقضي حاجتنا، ماشي؟ مش ان احنا نحوش وخلاص. يعني انا احط هنا وبيتي ناقصه حاجات او عندي حاجه بايظه، لا مش كده يا جماعه. شوفي اللي ناقصك، يعني انت حوشتي مبلغ في حاجه ناقصاكي في البيت، حاجه حصلت معاكي اعمليها، والتوفير ده بعد كده. المهم ان انت عندك النيه، ماشي؟ اشوفكم على خير حبايب قلبي في فيديو جديد. مش عارفه انتوا شايفين الفلوس ولا ايه؟ الفلوس اهي بصوا، مش عارفه اطلعها. بصوا يا في عشرينات وفي خمسينات. لا الفيديو بقى بتاع محوشه كام دوت هقول لكم في فيديو تاني ان شاء الله، عشان عارفه انتوا بتحبوا الفيديوهات دي. بصوا اهي في عشرينات وفي خمسينات وفي ميات، تعالي اهو بصوا في ميات اهي وفي خمسينات وفي عشرينات، ولسه في جواه في جواه. يلا حبايب قلبي اشوفكم على خير في فيديو جديد، مع الف سلامه، مع الف سلامه.